السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب من كل مكان. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، ومعلش على الغياب الطويل، وشكرا لكل الناس اللي سألت. احنا النهاردة إن شاء الله هنكمل الكورس بتاعنا. كنا عملنا فيديوهين قبل كده، الجزء الأول والثاني من كورس صيانة الإلكترونيات. إن شاء الله مكملين النهاردة الجزء الثالث. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند الجزء اللي هو قبل الشوبر، الجزء الحار اللي فيه الفولت العالي. وفي عجالة كده للي ما شافش الفيديو طبعا يفضل يعني ان هو يتفرج على الفيديوهين اللي فاتوا عشان يفهم بعد كده احنا وصلنا لحد فين والدنيا كانت ماشية ازاي. وفي عجالة كده احنا كنا اتكلمنا عن مرحلة دخول الفولت، وشرحنا كل المكونات في المنطقة الساخنة، ابتداء من الفيوز وملف إزالة الترددات وأنطرة التوحيد اللي هم الأربع ديوتات، وصلنا للمكثف الكبير، وبعد كده دخول الفولت على الاي سي، ومن الاي سي للمحول. في حاجة أنا بس حابب أنوه عليها، إن اي سي الباور هنا أوقات بيجي باكج زي ده من غير موسفيت، ده بيبقى اسمه اي سي باور. ولما بيجي معاه موسفيت زي كده، دي كارت تاني اهيت بيبقى فيه موسفيت، وفي الاي سي تحت هنا اهو اي سي التقطيع، ده بيبقى اسمه اي سي تقطيع. في بورد زي كده بيبقى اسمه اي سي الباور، لان بيبقى الموسفيت مدموج في اي سي الباور داخلي يعني. بيبقى الاي سي عباره عن اي سي تقطيع والموسفيت، الاثنين مدموجين مع بعض. وطبعا انا كنت شرحت ان ازاي لما يبقى الاي سي تالف ازاي نعرف نعوضه. لو في نفس الاي سي نفس الرجول ينفع يركب، حتى لو مش نفس الرقم. اهم حاجه من الداتا شيت يكون نفس الرجول ونفس الاوامر. وكنت اتكلمت عن اي سي 4 رجول اللي هو ال L0 380R، وشرحت لكم الرجول بتاعته بتبقى عامله ازاي، وازاي بنوصله على الكارتة مكان الاي سي القديم في حالة عدم توافره يعني. وده نوع من انواع التعديلات دوائر الباور. وطبعا كنت شرحت ان في 4 نقاط اساسية لاي سي الباور، اللي هو الارضي والدرين والفي سي سي الفيدباك. دول طبعا ال4 نقاط اساسية في اي اي سي باور. الاي سي L0 380R كنت شرحت برضو ال4 اطراف بتوعه، وقلت ان هو ينفع يتعدل على الاي سي دوت، بحيث ان احنا نوصله على نفس الاطراف بتاعه الاي سي القديم. وطبعا انا عملته في كارتات كتير وشغال بكفاءه كويسه، ما فيهوش اي مشكله. النهارده هنتكلم عن الجزء اللي هو بعد الشوبر. والجزء اللي بعد الشوبر هنا طبعا عندنا ديوتات زي ما انتم شايفين كده، والمكثفات دي. والديوتات اللي بتبقى بعد الشوبر بتبقى من نوع اسمه شوتك دايود، ما بيبقاش دايود عادي. وبالنسبه للفولت اللي خارج من الشوبر بيبقى فولت اي سي. اي شوبر في الدنيا في اي كارته بيبقى الفولت اللي خارج منه بيبقى اي سي، عشان كده بتحط بعديه ديوتات زي كده عشان توحد التيار تحوله لاي سي تاني. الشوتك دايود بيختلف طبعا عن الدايود العادي، بيختلف طبعا في حاجات كتير. يعني عندنا مثلا كارت زي دي، زي ما انتم شايفين كده، دي الاربع ديوتات بتوع انطرة التوحيد بتوع الكارتة. وعندنا هنا في الخارج في هنا برضو 4 ديوتات اهم. ولو تلاحظوا معانا ان الديوتات نفس الحجم ونفس الشكل، بس طبعا ده ما ينفعش يركب مكان ده، والعكس يعني، ده حاجة وده حاجة تاني خالص. طب احنا نعرف نفرق بينهم ازاي؟ بالنسبة للديوت العادي، عشان في حد برضو كان سألني قال لي الفرق بين الديوت العادي والديوت الشوتكي، ايه الفرق بينهم، نعرف نميزهم ازاي؟ الديوت العادي يعني ايه، مش بيستحمل الترددات العالية. الكهرباء الاي سي اللي هي ال 220 بيبقى التردد بتاع 60-70 هرتز، فطبعا التردد بتاعه ما بيبقاش عالي. الديوت العادي بيستحمل الترددات اللي هي الضعيفة، ما بيستحملش الترددات العالية. على عكس الناحية التانية في الديوت الشوتكي بيستحمل طبعا الترددات العالية. والديوت العادي بيستحمل
الفولت العالي. ديود زي دوت مثلا احنا بنعرف قيمة الفولت بتاعه من الرقم والداتا شيت بتاعته. رقمه اي ان، عشان برضو الناس تبقى فاهمة الارقام ودلالتها على الديوتات او اي مكون الكتروني. بيبقى اي ان 5048. ده رقم الديوت اللي عندنا هنا في الكارتة، ويبقى فيه اي ان 5047 و46 و45. ايا كان المسمى بتاعه، من خلال البيانات اللي عليه بنعرف ده بيستحمل كام فولت. تمام. ده بيبقى 5 امبير. الرقم الاولاني ده بيدل على قوة تحمله للامبير، والرقم الاخير ده هو اللي بنعرف منه ده كام فولت، بيستحمل لحد كام فولت. ال 48 ده بيستحمل لحد 1000 فولت، وال 47 بيستحمل لحد 800 فولت، 5 امبير برضو، وال 46 لحد 600 فولت، وال 45 بيستحمل لحد 400 فولت، 5 امبير برضو. دي القراءات اللي هتلاقيها على الديوتات دايما العادية اللي هي في منطقة الدخل. يبقى تاني خاصية من خواص الديوت العادي ان هو بيستحمل الفولت العالي، على عكس الديوت الشوتكي ما بيستحمل الجهود الضعيفة، ما بيستحملش الجهود العالية اللي زي كده. عشان كده بيركب في خارج الباور سبلاي، وانتوا عارفين ان معظم خروجات الباور سبلاي بتبقى 5 فولت او 12، 3 و3 فولت، 24 فولت. عشان كده بتحط الديوتات الشوتكي في الخارج، مفيش فولتيات تبقى عالية زي منطقة الدخل. وتالت حاجة ان الديوت العادي طبعا عشان التكوين بتاعه الداخلي بيفقد قيمة من 7 ل 8 من 10 في قيمة الفولت بتاعه. الديوت الشوتكي طبعا بيفقد نسبة بتبقى اقل، بيفقد نسبة مثلا 2 او 3 بالكتير من 10 ملي فولت. وقيمة القراءة بتاعة الديوت العادي لما تيجي تقيسه بيديك قراءة عالية، 400 500 600 لما تيجي تقيسه على الافوميتر على وضع الديوت. الديوت الشوتكي طبعا قرايته بتبقى اقل، يعني ممكن يبتدي معاك من 80 90 لحد 160 170 في القيمة ديت. وده طبعا عشان قلت لكم من شوية نتيجة التصنيع الداخلي بتاعته. يعني في انواع من الديوت الشوتكي بيحطوا لها مبرد عشان خاطر درجة الحرارة بتاعتها، زي الديوتات اللي هي بتبقى شكل الترانزستور اللي زي كده، حط لها هنا مبرد هيت سينك بحيث ان هو يمتص درجة الحرارة. وطبعا هو بيجي باشكال كتير، زي مثلا في بورد زي كده بيجي نفس الشكل بتاع الموسفيت. طب احنا نعرف نميزه ازاي؟ بيبقى مكتوب طبعا على المكون نفسه من خلال رقمه بنعرف اذا كان ده ديود ولا اذا كان ده موسفيت او ترانزستور. غير الكتابه الرمز بتاعه اللي بيبقى مكتوب على البورده، دايما الديود بترمز له بحرف الدي على البورده. من هنا بنعرف اذا كان ده ديود ولا ترانزستور ولا موسفيت. وطبعا بعد مرحله توحيد التيار من خلال الديوتات الشوتكي اللي انا لسه شرحها لكم من شويه، الفولت بيخش طبعا على المكثفات بتاعتنا هنا، وده طبعا عشان ينقل لنا التيار. طبعا المكثفات هنا لما تيجي تركب في منطقه الخرج مش بيركب المكثف بنفس القيمه بتاعه الفولت، لا المكثف بيبقى قيمته اعلى من الفولت اللي هو على المسار بتاعه، بحيث ان هو يفضل مثبت الفولت على قيمه معينه. فلازم قيمه المكثف تبقى اعلى من قيمه الفولت نفسه. يعني لو عندنا فولت 5 فولت هتلاقي المكثف بتاعه 10 فولت. عندنا مثلا 12 فولت هتلاقي قيمه المكثف 16 فولت. عندنا
21 فولت، 22 فولت، 24 فولت، هتلاقي قيمه المكثف 35 فولت. دايما قيمه المكثف بتبقى اعلى من قيمه الفولت بتاعه. بعد كده اخر حاجه في الجزء البارد اللي هو بعد الشوبر، بعد الضغطات وبعد المكثفات، وطبعا الخارج بيطلع لنا على السوكت هنا. في اهم جزء في اي كارت باور دايره اخيره اسمها دايره الفيدباك. دايره الفيدباك دي هي المسؤوله عن تثبيت الفولت في منطقه الخارج. ودايره الفيدباك هنا يعني بتبقى مكونه من الفوتوكابلر، مكون هنا اسمه TL431 وثلاث مقاومات زي ما انتم شايفين كده. طيب الدايره ديت يعني آلية تشغيلها بتبقى ازاي؟ لان طبعا في مشاكل كتير بتبقى في اي كارته، وبيبقى السبب فيها الدايره بتاعت الفوتوكابلر. اوقات تلاقي الفولت هنا قليل على منطقه الخارج، يعني ممكن تلاقي ال 12 فولت خارجين 7 8، تلاقي ال 5 فولت طالعين مثلا 3 فولت. فطبعا المسؤول عن حاجه زي كده بيبقى دايره الفيدباك هنا بيبقى اوقات فيها مشكله، او في مقاومه من المقاومات دي بيبقى فيها مشكله. طب احنا نعرف الدايره دي بتشتغل ازاي؟ زي ما قلت لكم الدايره بتبقى عباره عن الفوتوكابلر، ومكون هنا اسمه TL431 بيبقى شبه الترانزستور، وعندنا هنا 3 مقاومات. اشرحها لكم كده ببساطه عشان تبقوا عارفين آلية تشغيلها ازاي. دايره التغذيه العكسيه يعني هي من اسمها الفيدباك، يعني ان هي بتشتغل بشكل عكسي. يعني الفولت بيخش لنا من هنا من المنطقه الحاره، بيخش من على السوكت بتاع الفيشه، بيمر بالفيوز، يعدي على الضغطات، مكثف كبير IC الباور، وبعدين بيعدي مرحله الشوبر وبيطلع لنا فولتات هنا من الناحيه الثانيه. يعني الفولت ماشي في الاتجاه ده كده. دايره الفيدباك بتاخد ال5 فولت او ال3 فولت سيان اللي هم في الخارج بتاع الكارت هنا، وبترجعهم تاني على IC الباور، بحيث ان هو يثبت التقطيع على المستوى بتاع الفولت المطلوب في الناحيه الثانيه. يعني هي بتمشي بالعكس. طب بتمشي بالعكس، طب يعني ايه وظيفتها هي في الكارت هنا؟ ان مثلا عندنا الخارج هنا بيبقى مثلا 5 فولت، اوقات ممكن يبقى الخارج 4 فولت. فطبعا دايره التغذيه العكسيه عن طريق الفوتوكابلر هنا بيبعت اشاره ل IC الباور، تمام، بيبعت له بيقول له لا لازم تعلي الفولت شويه، لازم الفولت يعلى ل5. واوقات يبقى تلاقي الفولت 6 برضو، الفوتوكابلر يبعت اشاره ل IC الباور يهدي الفولت شويه، بحيث ان في كلا الحالات يبقى الفولت ثابت على 5 فولت. هي دي وظيفه الفوتوكابلر، ان هو يثبت الفولت المطلوب في منطقه البارد، لا ان هو لا يبقى عالي ولا يبقى واطي، يبقى ثابت على حد معين اللي الدايره بتبقى مظبوطه عليه. وبالنسبه لدايره الفوتوكابلر برضو للناس اللي حابه تفهم الدايره بتبقى شغاله ازاي، من خلال كده بتفهم اعطال الكارته. لما بيحصل في اي مشكله في الكارته تعرف ازاي تحل المشكله، او تعرف ان ازاي ان العطل من دايره الفوتوكابلر. احنا النهارده بيبقى عندنا الفوتوكابلر بيبقى من 4 رجول. طبعا هو بيبقى ليه نوتش باد هنا بيعرفك رجل رقم 1، والرجل هنا 2، وبعد كده 3، وبعد كده 4. يعني النوتش باد ديت هي الدليل بتاعك اللي بتعرف الرجل رقم 1 فين فيه. طبعا النقطة اهيت، دي تبقى رجل رقم 1، 2، 3، 4. طيب تكوينه بيبقى ازاي الفوتوكابلر، او هو بيبقى عبارة عن ايه؟ الفوتوكابلر بيبقى رجل 1 و2، ده بيبقى عبارة عن ديود، بيبقى عبارة عن ديود مشع داخلي، ده بين رجل 1 و2. والرجل 4 و3 ده بيبقى عبارة عن ترانزستور، الرجل رقم 1 هنا بتبقى الانود. انتوا عارفين اطراف اي ديود بيبقى ليه طرفين، الانود والكاثود بتاعه. والرجل اللي رقم 4 هنا للترانزستور بتبقى اللي هي الكوليكتور.
والرجل رقم 3 الاميتر. وطبعا البيز بتاعه بيتأثر بالضوء، يعني هو ما فيهوش بيز، البيز بتاعه بيتأثر عن طريق الضوء من خلال الديود المشع اللي داخل في الفوتوكابلر، عن طريق الضوء اللي خارج منه البيز هنا بيتأثر، يبعت إشارة لاي سي الباور الفولت كان مثلا عالي أو واطي، بحيث ان هو يرفع نسبة التقطيع او يقلل نسبة التقطيع. وطبعا ده من اهم ميزة من مميزات الدايرة او الفوتوكابلر، خصوصا ان هو مفيش اتصال مباشر بين الجزء البارد والجزء الحار. الاتصال يعتبر بطريقة غير مباشرة عن طريق التفاعل بين الديود الضوئي وبين الكوليكتور، ودي طبعا حاجة يعني من حاجات الامان عشان خاطر ما يحصلش اي تماس بين الجزء الحار والجزء البارد. ده طبعا بيبقى اول مكون معانا اللي هو الفوتوكابلر هنا. تاني مكون معانا بيبقى اللي هو التي ال 431، وده طبعا زي ما انتم شايفين كده بيبقى شبه الترانزستور، بس هو مش ترانزستور، ده بيبقى تكوينه الداخلي. ده بيبقى ليه 3 رجول. الرجل رقم 1 هنا بتبقى حاجة اسمها الريفرنس، والرجل رقم 2 دي بتبقى الانود، والرجل رقم 3 بتبقى الكاثود. التكوين بتاعه يعتبر زي الديود، او بمعنى اصح بيبقى زمر، وده عشان يحاول يثبت قيمة الفولت بتاعنا اللي هو الكارتة بتبقى محتاجاها في منطقة البارد هنا. طيب بيتوصل ازاي او طريقة توصيله بتبقى ازاي على الفوتوكابلر؟ طريقة تثبيت الفولت بتبقى بتاعته ازاي؟ ان الرجل رقم 1 هنا هنرسم برضو معلش التقل ده هنا عشان برضو الصورة تبقى واضحة لكم اكتر. بيبقى اول رجل هنا متوصلة على رجل الكاثود، وطبعا عشان ده يعني بيشتغل نفس آلية شغل الزنر، والزنر في اي كارتة بيبقى متركب بطريقة عكسية، يعني الانود بيبقى هو المتوصل على الارضي، ده هنا الكاثود وهنا الانود اهو، ده بيبقى متوصل على الارضي. والرجل التانية رقم 2 في الفوتوكابلر ديت بتبقى رايحة عن طريق مقاومة متوصلة بجهد 5 فولت. دي بتبقى اسمها R1، ده 5 فولت الخارج، مثلا مكثف زي ده بيبقى عليه اللي هو 5 فولت. طبعا هو بياخد اقل جهد على الكارتة، لان اقل جهد مظبوط بقيه الجهود كلها تبقى مظبوطه. اقل جهد مش مظبوط ده هيعمل لخبطه في بقيه الجهود كلها. في المنطقه البارده اللي هي مكتوب عندنا على السوكت هنا هتلاقي طبعا الثلاثه، لو ال5 فولت لو 3 فولت هتلاقي بقى ال12 خارجه 7 8، هتلاقي ال22 خارجين 15 16. لكن اقل جهد اللي هو ال5 لو مظبوط هتلاقي كل الجهود مظبوطه، عشان كده بيوصلوه على اقل جهد في منطقه البارد. الجهد ال5 فولت بيمشي بمسار تاني، يبقى متوصل على رجل الريفرنس عن طريق مقاومة هنا، دي R2، وفي مقاومة تاني راحة للأرضي دي بتبقى R3. عن طريق المقاومتين دول بنقدر نتحكم في الفولت الخارجي هنا. يعني انا عندي هنا، انا لو غيرت قيمة المقاومات دي هلاقي جهد الخارج ده عندي اتغير. عشان كده في كارتات كتير بتبقى فيها زي نظام بوت، طبعا انتوا كلكم عارفينه، اللي هو المقاومة المتغيرة. هوريها لكم برضو عشان تبقوا عارفين الوضع فيه ايه. جهاز زي ده طبعا باور سبلاي بتاع كاميرات مراقبة. عندنا هنا البوت اهو،
انا لما ببقى موصل الجهاز وبقيس هنا مثلا هنا 12 فولت، لو انا لعبت في قيمه المقاومه ديت المتغيره بلاقي الفولت يعلى ل 13 اوطيها، الفولت ممكن يقل ل 10 ل 9 فولت على حسب التحكم في قيمه المقاومه المتغيره. لكن احنا هنا عندنا في الكارته بيبقى الفولت ثابت، لان دايره الفوتوكابلر هنا بتبقى مظبوطه على قيمه جهد معين لازم يخرج هنا من الخارج، ما ينفعش تلعب فيه بالطلوع او بالنزول، فعشان كده بيركبوا لنا الدايره دي هنا. فدي من الاعطال الشهيره اللي بتحصل، ان انت اوقات يجي لك الكارته تلاقي الفولت عالي او الفولت قليل. طبعا بعد ما بتراجع مكثفاتك وبتراجع على الدايرات بتاعتك ان كله تمام، هتلاقي المشكله هنا في دايره الفوتوكابلر، يا اما في قيمه المقاومات اللي هنا ديت، يا اما في مشكله في التي ال 431، يا اما المشكله في الفوتوكابلر نفسه. ودي من اشهر الاعطال يعني اللي بتيجي في كارتات الباور، تذبذب الفولت ان هو مبقاش مظبوط. ده كده باختصار كارتات الباور البسيطه، وقلت لكم ازاي طريقه تشغيلها واليتها بتشتغل ازاي. ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هنخش في دايره الباور المركبه، الدوائر الكبيره اللي زي ديت. ودي طبعا بتبقى عباره عن دوائر باور بسيطه زي كده، بس بتبقى مدموجه مع بعضها. هوريكم برضو آلية تشغيلها ازاي وازاي نقدر نكتشف اعطالها بكل سهوله، عشان كان في ناس بتقلق قوي من موضوع الصيانه بتاعتها. اي كارته ما تتخضش من شكلها، هي في الاول والاخر كارته شغلها كارته بسيطه زي ديت، بس مربوطين مع بعض بطريقه معينه وبآلية معينه. وده ان شاء الله للفيديوهات الجايه اشرحه لكم بالتفصيل. يا رب نكون استفدنا من الحلقه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.